مباراة تاع اليوم رغم ربما بعض النقائص إلا أنها أكدت أن المنتخب الوطني في الطريق الصحيح قبل نهائيات كأس إفريقيا. الناخب الوطني بيتكوفيتش بين اليوم مرة أخرى أن رغم التغييرات رغم الكثير من الإصابات إلا أنه نتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي اللي هو منتخب لا بأس به، مصنف عالميا في تصنيف جيد. ربما هذا الفوز سيعطي دفعة معنوية للاعبين قبل نهائيات كأس إفريقيا، ويؤكد أن التغييرات والكثير من اللاعبين يمكنهم تقديم الأفضل في المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا. أكيد عودة بن ناصر يعود الفضل إلى مباراة زيمبابوي. من هنا تظهر أهمية المباريات أمام منتخبات ضعيفة المستوى إن صح التعبير، هي اللي أعطت الفرصة من أجل إشراك لاعبين على غرار بن ناصر العائد إلى المنتخب الوطني بعد غياب طويل وهو المتألق مع ناديه دينامو زاغرب. اليوم بن ناصر عودته ستكون حقيقية، سيعطي دفعة معنوية للخط الوسط بالنسبة للمنتخب الوطني. اللاعب بالليلي رغم أن بيتكوفيتش متأكد أنه حتى لو كان بالليلي كان لن يشركه كأساسي، لكن بالليلي اللاعب الذي يمكن أن يقدم الإضافة حتى لو يلعب ل10 دقائق أو 5 دقائق. بالليلي من بين اللاعبين الذين يعطوا الحلول بالنسبة للخط الهجومي للمنتخب الوطني.